تشافي يكشف حجم إصابة ليفاندوسكي وسبب عدم الاستئناف على طرد ألبا. ترشيح ميسي التاريخي، برشلونة يكشف عن أولى تعاقداته الشتوية. ولكن قبل بداية الفيديو لا تنسوا أن تشاركونا برأيكم في التعليقات عن الصفقة التي تنقص الفريق، وإذا كنت من محبي النادي الكتالوني برجاء الاشتراك في القناة من أسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس لتصلكم أخبار النادي فور نزولها. تشافي يكشف حجم إصابة ليفاندوسكي وسبب عدم الاستئناف على طرد ألبا. تحدث تشافي هرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة عن المباراة التي سيخوضها الفريق أمام إنتر سيتي ضمن منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا، ويستضيف ملعب خوسيه ريكو بيريز مباراة برشلونة ضد إنتر سيتي التي تجمع بينهما ضمن منافسات دور 32 لبطولة كأس ملك إسبانيا مساء غد الأربعاء. وقال تشافي في المؤتمر الصحفي المنعقد للحديث عن مباراة إنتر سيتي: هذه المواجهات تكلفنا كثيرا، أتذكر حينما كنت لاعبا كنا نخوض مباراة صعبة خاصة وأننا المرشحون للفوز. واستكمل مدرب برشلونة في تصريحاته: إنتر سيتي خصم صعب وقوي للغاية، اللعب في كأس ملك إسبانيا يجعلنا متحمسين، فهي بطولة خاصة. وأردف عن موقف لاعبيه قائلا: سيعتمد على سياسة التدوير ومنح الفرصة للعناصر العائدة من الإصابة مثل روخو وريغارسيا. كما أكد تشافي في تصريحاته أن الروخو جاهز بنسبة 100% وسيكون أساسيا في مباراة الغد أمام إنتر سيتي بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة. واستكمل في تصريحاته عن سبب استبعاد ليفاندوسكي مهاجم الفريق قائلا: لقد تم استبعاده على خلفية معاناته من الحمل الزائد، غيابه إجراء احترازيا لكي يكون جاهزا للعب ضد أتلتيكو مدريد. أما عن موقف النادي من الاستئناف على عقوبة طرد جوردي ألبا، أوضح تشافي: لقد فكرنا في الأمر، إلا أنهم أخبرونا أنه من الصعب إلغاء طرد اللاعب. وتابع في حديثه: علينا تحسين الفعالية الهجومية لأن ليفاندوسكي لن يكون جاهزا دائما، علينا هز الشباك من الخط الثاني والتسديدات من خارج المنطقة. واختتم حديثه عن النظام الجديد من بطولة كأس ملك إسبانيا بخوض مباراة واحدة. أجاب: أمر جيد للمشاهدة، وجود المفاجآت جزء من كرة القدم، الجميع يتنافس ويعمل بشكل جيد. ترشيح ميسي التاريخي، برشلونة يكشف عن أولى تعاقداته الشتوية. أنهى نادي برشلونة الإسباني تفاصيل متقدمة في التحرك لتقديم عرض للتعاقد مع لاعب منتخب الأرجنتين وفريق برايتون الإنجليزية. وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو أن نادي برشلونة بدأ يفكر في ضم أليكسيس ماك أليستير لاعب برايتون في الصيف القادم لتدعيم صفوفه، وذلك لتعويض رحيل بوسكيتس المحتمل. وأضافت الصحيفة أن نادي برشلونة يرى أن أليستير بمثابة العنصر المميز ليعزز خط وسط الفريق، ولا سيما بعد تألقه في كأس العالم 2022. ودائما يشيد الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة بأداء زميله أليكسيس ماك أليستير ودوره مع منتخب الأرجنتين. وأكدت إذاعة كادينا كوب الإسبانية أن نادي برشلونة برئاسة خوان لابورتا قرر عودة ميسي في الفترة القادمة بأي طريقة ووسيلة. وأضافت الإذاعة أن لابورتا قرر تفعيل أي رافعة اقتصادية من أجل عودة ميسي ومنحه الاعتزال في فريق طفولته برشلونة. ووفقا لماركا اليوم الثلاثاء فإن ميسي سيوقع على عقد جديد مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسية، وأشارت إلى أن الإعلان عن العقد الجديد لبطل كأس العالم سيكون في وقت لاحق من الأسبوع الجاري. وبالتالي فإن عودة ميسي إلى برشلونة أو انتقاله إلى إنتر ميامي الأمريكية لن يحدث أي منهما، أو على الأقل سيتأجل الأمر. وسقط فريق برشلونة في فخ التعادل الإيجابي مع نظيره إسبانيول بنتيجة هدف لكل منهما، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما بأولى مواجهات البلوغرانا عقب نهاية كأس العالم قطر 2022.